المنتخبين طبعا داخلين الماتش ده بعد خسارة محبطة جدا في نص النهائي، فالمواجهة دي هي فرصة أخيرة لكل فريق إنه يرجع بلده بميدالية برونزية. ده ملخص سريع ومهم عن ماتش مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2025، يعني كنوع من حفظ ماء الوجه. طيب أول حاجة لازم تعرفها هي تفاصيل الماتش. هيتلعب يوم السبت 17 يناير الساعة 6 بالليل في الدار البيضاء. بس الأهم من بالنسبة لمصر دي فرصة للرد في الملعب بعد كل الكلام اللي اتقال عن الظلم، وبالنسبة لنيجيريا الفريق عايز يثبت إنه كان يستحق يكمل النهائي. ده كله هو التاريخ اللي بصراحة مش في صالحنا خالص. في 9 مواجهات قبل كده في أفريقيا نيجيريا كسبت 4 وإحنا يدوب 2، وده بيحط ضغط كبير قوي على منتخبنا. نيجي بقى لتاني نقطة وإلى تصريحات المدربين اللي بتولع الدنيا. مدربنا حسام حسن واضح إنه غضبان جدا وبيلمح لوجود مؤامرة وظلم تحكيمي، وده عشان يرفع الضغط عن اللعيبة ويخليهم يلعبوا بروح إحنا ضد الكل. وعلى الناحية التانية مدرب نيجيريا إيريك شيل مستقبله نفسه بقى غامض، وخصوصا بعد ما برر تبديل نجمه فيكتور أوسيمين بإصابة خفيفة. وأخيرا ليه الماتش ده مهم أصلا؟ وطبعا كلنا مستنيين نعرف هل أوسيمين هيلعب ولا لأ. الخلاصة إن ده مش مجرد ماتش عادي على المركز الثالث، دي معركة كبرياء بين فريقين كبار كل واحد فيهم عنده دوافع قوية جدا عشان يفوز. المنتخبين طبعا داخلين الماتش ده بعد خسارة محبطة جدا في نص النهائي، فالمواجهة دي هي فرصة أخيرة لكل فريق إنه يرجع بلده بميدالية برونزية. ده ملخص سريع ومهم عن ماتش مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2025، يعني كنوع من حفظ ماء الوجه. طيب أول حاجة لازم تعرفها هي تفاصيل الماتش. هيتلعب يوم السبت 17 يناير الساعة 6 بالليل في الدار البيضاء. بس الأهم من بالنسبة لمصر دي فرصة للرد في الملعب بعد كل الكلام اللي اتقال عن الظلم، وبالنسبة لنيجيريا الفريق عايز يثبت إنه كان يستحق يكمل النهائي. ده كله هو التاريخ اللي بصراحة مش في صالحنا خالص. في 9 مواجهات قبل كده في أفريقيا نيجيريا كسبت 4 وإحنا يدوب 2، وده بيحط ضغط كبير قوي على منتخبنا. نيجي بقى لتاني نقطة وإلى تصريحات المدربين اللي بتولع الدنيا. مدربنا حسام حسن واضح إنه غضبان جدا وبيلمح لوجود مؤامرة وظلم تحكيمي، وده عشان يرفع الضغط عن اللعيبة ويخليهم يلعبوا بروح إحنا ضد الكل. وعلى الناحية التانية مدرب نيجيريا إيريك شيل مستقبله نفسه بقى غامض، وخصوصا بعد ما برر تبديل نجمه فيكتور أوسيمين بإصابة خفيفة. وأخيرا ليه الماتش ده مهم أصلا؟ وطبعا كلنا مستنيين نعرف هل أوسيمين هيلعب ولا لأ. الخلاصة إن ده مش مجرد ماتش عادي على المركز الثالث، دي معركة كبرياء بين فريقين كبار كل واحد فيهم عنده دوافع قوية جدا عشان يفوز.